ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنة جديدة. عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا عن السامسونج جالاكسي A22 النسخة ال 5G، واتكلمنا عن السامسونج جالاكسي M22. وبما ان الفرق بينهم $15 او حوالي 400 جنيه، تعالوا نعرف اوجه التشابه اوجه الاختلاف ما بين الاتنين او ايهما افضل. عملت لكم المقارنه دي علشان الناس ما تتلخبطش. اللي عايزه تليفون سعره متوسط من سامسونج قدامكم الاوبشن ده والاوبشن ده. كالعاده هنبتدي باوجه التشابه ما بين الاثنين، وبعد كده هقول لكم سامسونج جالاكسي A22 ال 5G متفوق في ايه عن ال M22، خاصه زي ما قلت ان السعر قليل. بس في معلومه واحده عايز اقولها في بدايه الفيديو كده، وهو ان لازم تاخدها قاعده عامه وقاعده ثابته. فئة ال A في السامسونج أعلى دايما من فئة ال M. الكلام ده بقى ينطبق على أي هاتف هتشوفه، A22 M22 A73 M73 A53 M53 وهكذا. لازم تكون عارف إن فئة ال A متفوقة شوية. لو عندك أي سؤال اكتبه لي في الكومنتات قبل ما نبتدي، ولو عايز أي مقارنة برضو اكتبها له في الكومنتات، ويلا بينا نبتدي بأوجه التشابه ما بين السامسونج جالاكسي A22 و M22. اول نقطه في اوجه التشابه ان هنا كده او هنا مكان الخطوط عندك 3 اماكن ممكن اركب خطين وازيد ميموري كارد لو انا حبيت. تاني نقطه وهو ان الظهر والاطار الجانبي للهاتف كله بلاستيك ما عدا الشاشه فقط هي اللي زجاج في الاتنين. كمان معدل تحديث الشاشه في الاتنين 90 هرتز. كمان مساحة التخزين في الاتنين 64 جيجا سواء في السامسونج جالاكسي A22 او الام 22، والرام 4 جيجا، وبرضه هتلاقي نسخة 128 جيجا تخزين مع 6 جيجا رام برضه هنا وهنا. نظام التشغيل في الاتنين اندرويد 11، واصدار البلوتوث في الاتنين 5.0. كمان زي ما انتم ملاحظين في الاتنين هنا منفذ للسماعه الاي او اكس وهنا منفذ للسماعه الاي او اكس، منفذ الشحن هنا تايب سي وبرده منفذ الشحن هنا تايب سي، والسماعات في الاتنين السماعات الخارجيه صوتهم واحد. كمان ميزه متشابهين فيها سواء السامسونج جالاكسي A22 او الام 22، وهو ان زرار الباور هنا اللي بفتح وبقفل منه التليفون ممكن اعمله بصمه الاصبع بتاعتي او من خلال الكاميرا الاماميه اللي هي بصمه الوجه. البطاريه في الاثنين في الاي 22 والام 22 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع اللي قوته 15 واط في الاثنين. لو انا هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه او بالكاميرا الاماميه بتاعت الاثنين، اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. كمان الكاميرا الخلفيه في الاثنين تقدر تصور بيها فيديو سلو موشن، زي ما انتم ملاحظين هنا سلو موشن هنا سلو موشن فقط بالكاميرا الخلفيه سواء في السامسونج جالاكسي ام 22 او الاي 22. طيب دي كانت معلومات سريعه كده الاثنين متشابهين فيها. تعالوا بقى نعرف الاي 22 متفوق في ايه. اول حاجه ان سامسونج جالاكسي A22 بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G بخلاف الام 22 اللي اعلى سرعه فيه او ما بيدعمش اصلا ال 5G. برضو لما تروح لسرعه الانترنت لو انت مشغلهم الاثنين على الشبكه حتى ال 4G في الاثنين، في الام 22 سرعه الانترنت 300 ميجا بايت في الثانيه الواحده، اما في الاي 22 اعلى لانها 800 ميجا بايت، هنا 300 هنا 800. وطبعا زي ما انتم ملاحظين السامسونج جالاكسي A22 الشاشه بتاعته اكبر من الام 22 لانه 6.6 انش بخلاف الام 22 اللي هو 6.4 انش. كمان جوده الشاشه في السامسونج جالاكسي A22 احلى لانها فول اتش دي بلس، اما الام 22 اتش دي بلس فقط. برضو دقه الشاشه A22 اعلى 1080 في 2400 بكسل، هنا 720 في 1600 بكسل. كمان المعالج هنا ميديا تك هيليو جي 80، اما الاي 22 اقوى لانه ميديا تك دايمن سيتي 700، فالمعالج في الاي 22 اقوى مع انهم قريبين من بعض جدا في السعر. بمعنى كده ان سامسونج جالاكسي اي 22 اقوى في كل حاجه، مش كل حاجه بس الكاميرا. لو هتروح نقطه الكاميرا هيبقى الام 22 هو الاقوى. الناس المهتميه بالكاميرا فقط يبقى وفر 400 جنيه او ال $15 وخد الام 22، لان الكاميرا هنا 16 ميجا بكسل هنا 8 ميجا بكسل فقط. برضو لما تروح عند الظهر بتاع التليفونين 1 2 3 مع الفلاش، 4 عدسات في الام 22 مع الفلاش، نفس العدسات تقريبا، بس العدسه الزياده اللي موجوده في الام 22 ما هياش موجوده في الاي 22 بتاعه الماكرو او تصوير الاشياء القريبه، هنا اوضح بكتير من الاي 22. كمان السامسونج جالاكسي اي 22 ما بيدعمش خاصيه الان اف سي، اما الام 22 بيدعمها. قوه الشحن احنا قلنا
ان الاتنين 15 واط، ولكن الام 22 ممكن تشتري له شاحن 25 واط تشحن بيه ال 5000 ملي امبير، بخلاف ده لو اشتريت شاحن 25 واط في الاي 22 برضه هيشحن بقوه 15 واط. فمن المقارنه البسيطه دي تعرف ان الاي 22 اقوى في حاجات كتير جدا. لو انت عايز بس كاميرا اقوى خليك على الاي 22 اللي هو الاقل سعرا ده. اما لو عايز مواصفات اعلى شويه، بروسيسور اعلى، 5G، شاشه اكبر، جوده شاشه اعلى، يبقى عليك وعلى الاي 22، خاصه لما تعرف ان فرق السعر بينهم بسيط جدا. لان السامسونج جالاكسي اي 22 النسخه ال 5G سعره 4400 جنيه في سعر التوكيل الرسمي بتاع سامسونج، ماليش علاقه بالمحلات، سعره في التوكيل في اي دوله عربيه 4400 او 195 دولار. اما السامسونج جالاكسي الام 22 اقل لانه 4000 فقط، فرق 400 جنيه اللي هو 180 دولار، ده 195 دولار، ده 180، فرق 15 دولار او 400 جنيه. انا انصحك زيد المبلغ ال 400 دول وخد الاي 22. او لو انت مهتم بالكاميرا قوي بس بتستعمل التليفون عشان الكاميرا، بلاش تدفع 400 وخليك على الام 22 4000 بس والكاميرا احسن. اللي عنده اي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة قريب. سلام.